قصتنا اليوم هي جديدة ما قديمة. بتحكي عن تطبيق الأمنية الأخيرة. هل فكرت يوما ماذا سيحدث لو أن تطبيقا في هاتفك يعرف عنك أكثر ما تعرفه عن نفسك؟ في شتاء عام 2025 كان آدم وهو شاب في 24 من عمره يمر بفترة صعبة من حياته. كان يعمل لساعات طويلة أمام شاشة حاسوبه يبحث عن أي فرصة لتغيير واقعه الممل. في ليلة مظلمة بينما كان يتصفح أحد المنتديات السرية على الإنترنت ظهر له إعلانا غريبا برابط مباشر وزر واحد مكتوب عليه حمل الآن وأطلب أمنيتك. آدم بدافع الفضول والملل ضغط على الرابط. لم يطلب التطبيق أي صلاحيات ولم يظهر له أي اسم أو أيقونة واضحة، فقط شاشة سوداء وصندوق نصي واحد: ما هي أمنيتك الليلة؟ ابتسم آدم بسخرية وكتب: أريد أن أجد $100 في طريقي غدا، وأغلق الهاتف ونام. في الصباح التالي كان آدم يمشي في زقاق ضيق يؤدي إلى عمله. تعثر بشيء ما، نظر إلى الأرض وتجمدت الدماء في عروقه. كانت محفظة جلدية قديمة، فتحها ليجد فيها بالضبط $100. في تلك اللحظة اختلطت مشاعر الصدمة بالفرح. عاد مسرعا إلى المنزل وفتح التطبيق وكتب: أريد أن يتصل بي مديري ويلغي اجتماع اليوم المزعج. لم تمر 10 دقائق حتى رن هاتفه، وكان المدير يعتذر عن الاجتماع لظرف طارئ. هنا تحول الفضول إلى هوس. بدأ آدم يطلب أشياء أكبر: ترقي في العمل، أموال أكثر، وحتى مواقف تصب في مصلحته. وخلال أسبوعين فقط تحولت حياة آدم 180 درجة. أصبح ثريا ناجحا، وكل ما يتمناه يأتيه على طبق من ذهب، لكنه نسي القاعدة الأزلية: لا شيء في هذا العالم يأتي مجانا. في الليلة 15 فتح آدم التطبيق كالعادة، لكنه وجد الشاشة حمراء هذه المرة، ولم يجد الصندوق النصي لكتابة الأمنية. بدلا من ذلك ظهرت رسالة مكتوبة بالخط العريض: لقد نفذ رصيدك المجاني، الآن حان وقت الدفع. شعر آدم بقشعريرة تضرب جسده. حاول مسح التطبيق لكن زر الحذف كان مختفيا. حاول إطفاء الهاتف لكن الشاشة تجمدت وبقيت على شاشة التطبيق. فجأة ظهرت رسالة جديدة: أمنيتك القادمة ستكلفك حياة شخص تعرفه، اختر اسما لتستمر في النجاح أو سنختار نحن. ألقى آدم الهاتف على الأرض بذعر: مستحيل، هذا جنون. قال لنفسه. قرر أن يتجاهل الأمر وينام، ظنا منه أنه مجرد اختراق أو برمجة خبيثة. لكن عند الساعة 3 فجرا استيقظ على صوت اهتزاز هاتفه في الأرض. أضاءت الشاشة تلقائيا، وظهرت صورة صديقه المقرب سامر، وعليها علامة إكس باللون الأحمر، وتحتها عبارة: تم الخصم بنجاح، شكرا لتعاملك معنا. في الصباح تلقى آدم اتصالا يخبره بأن سامر تعرض لحادث سير مألوف في الليلة الماضية وفارق الحياة. انهار آدم تماما، وعرف أن التطبيق لم يكن لعبة، بل كان فخا شيطانيا يتغذى على أرواح من حوله ليمنحه النجاح. ركض آدم إلى قسم الشرطة، لكن كيف سيشرح لهم؟ هل سيقول أن تطبيقا على الهاتف قتل صديقه؟ سينتهي به المطاف في مستشفى الأمراض العقلية. عاد إلى غرفته وعيناه ملأتها الدموع، وأمسك بهاتفه. كانت الشاشة سوداء مجددا، وعاد الصندوق النصي للظهور مكتوب بجانبه: أمنيتك الأخيرة. نظر آدم إلى الشاشة بقلب مكسور وكتب أمنيته الأخيرة وهو يعلم عواقبها: أريد أن يختفي هذا التطبيق من العالم وأن أعود إلى حياتي القديمة المملة. ضغط إرسال. انطفأ الهاتف تماما. شعر آدم براحة غريبة والتفت لينظر في المرآة، لكنه لم يجد انعكاسه. نظر إلى يده ووجدها تختفي تدريجيا وتتحول إلى رماد. وقد اختار التطبيق أن يكون الثمن هذه المرة هو آدم نفسه، ليمحى من الوجود وكأنه لم يكن. اكتبوا لنا رأيكم بالتعليقات.